ساعات كتير الواحد فجأة يحس إنه مش قادر يتحمل. فأول حاجة عايز أشاركها معاك لما تبقى حاسس أنت مش قادر على أتفه الأسباب بتنفجر، محتاج تعرف الأول 3 معلومات. مفيش مشكلة في الدنيا إلا وليها حل. مفيش مشكلة في الدنيا دائمة كل المشاكل بتنتهي. مفيش مشكلة في الدنيا ربنا مستقصدك بيها. فمفيش استقصاد، مفيش شخصنة، مش شخصك المقصود. أنت مش معيوب، أنت مش معطوب، أنت مش مغضوب عليك. 2، مفيش مشكلة دائمة، كل من عليها فان، حتى المشاكل بتفنى. رقم 3، مفيش مشكلة إلا وبإذن الله ولها حل عند ربنا سبحانه وتعالى، وده رزق بيرزقه ربنا ليك في الوقت المناسب، وربك على كل شيء قدير. سلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير كلكم. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده بقى فيديو جديد كده، ان شاء الله يكون خفيف كده ويشجعكم يعني، وتتفرجوا عليا كده وتقوموا تعملوا زي ما انا عملت. بصوا يا بنات، هو الفيديو النهارده كده هيكون انا جبت شويه مشتريات يعني من السوق، فهقول لكم بقى على الاسعار، وهقول لكم برتب الخضار بتاعي ازاي يعني عشان يفضل اطول وقت في التلاجة ما يحصلوش حاجه. اقول لكم كمان يعني ناويه ان شاء الله اعمل تفريزات ايه لرمضان. فبصوا بقى يا بنات، هنا كده انا جبت كميه طماطم حلوه، الطماطم رخيصه اليومين دول وعايزه اقول لكم جميله. بصوا انا هنا كده جبت جزر وجبت طماطم وخيار وبتنجان وجبت خضره. فهنا الطماطم كان سعرها، كانت الكيلو كان ب6.5. فجبت تقريبا 13 كيلو. الراجل حسبهم لي ان هم ب90. فدي انا هحتاجها يعني، هفرز كده شوية لرمضان، وممكن اخد منها كام كيس كده في اليومين اللي جايين يعني. بس فهي حلوة، ولو قدامكم بقى هاتوا منها كده شوية وشيلوها. جبت كمان هنا التوم ده كان ربع كيلو، بس جبته كده ب20. يعني لحد ما التوم اللي هو التاني اللي بيتخزن ده يطلع، عشان انا يعني السنة اللي فاتت ما فرستش، ما لحقتوش يعني. ف بس جبت الربع كيلو ده كده يمشيني شوية يعني، لحد ما انا بحب التوم التاني. هنا كمان كنت جايبة بطاطس، كان الكيلو كان ب8. جبت ب20 2 كيلو ونص. وهنا برضو جبت الخضرة دي، كانوا 6 حزم. حسبهم لي ب10 جنيه. جبت كمان القرنبيطة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، هي كانت كبيرة شوية فقال لي ب25. فبس يعني شوية خضار كده ايه يعني، مشوني كده كام يوم بس للتلاجة. هنا كمان برضو كنت جايبة نص كيلو البتنجان بتاع المحشي ده، الكيلو كان ب15، فانا جبت نص كيلو بس. وكمان الكوسة كانت الكيلو كان ب12، فبرضو جبت نص كيلو. بصوا يا بنات الكوسة عاملة ازاي جميلة، عايزة اقول لكم قمر كده. بصوا يعني ما فيهاش غلطة. انا اصلا وانا عند الراجل من حلاوتها كده افتكرت المحشي، وقلت لا، الكوسة الحلوة دي ما تتسابش، فهجيب كده، وهي اللي شجعتني يعني ان انا اعمل محشي. بس الفلفل برضو جبت كده، جبت ب5 جنيه بس، ما كترتش يعني. وكمان جبت من عند الحلواني لفة السمبوسة دي، هي نص كيلو كده، جبتها ب25. مش عارفة ليه يا بنات بصراحة ما بنفتكرهاش كده الا في رمضان، او يعني قبل رمضان ما يقرب كده انا بفتكرها يعني. دايما في الايام العادية مش عارفة ليه بنساها، مع اني بحبها قوي. ايه كمان جبت؟ ايه كمان؟ البتنجان برضو، البتنجان ده كان اللي بيقول الراجل ال4 كيلو ب10. فجبت كده كمية يعني، قلت اعمل منهم شوية علبة كده بابا غنوج عشان ما يبصي، والباقي ممكن نبقى نفطر منه ولا حاجة. جبت كمان باكيتة الملح دي، بصوا حلوة قوي. فيها 12 كيس، كانت ب10 جنيه. الملح ده بقى اللي انا بوريهولكوا ده العادي اللي انا بحبه يعني. بجيبه كده بالعلبة على طول. بس التاني ده بينفع يعني، ممكن ان انا اغسل منه مثلا فراخ او حاجة. يعني رمضان قرب بقى، كل سنة وانتم طيبين. فايه الواحد لما بيلاقي حاجة حلوة كده قدامه بيحاول يجمع يعني حاجة في حاجة. بس يا بنات هنا بقى ايه، رحت داخلة على طول جبت المفرش اللي هو بتاع الاكل ده. كان كريم جه من الشغل وجاب شنطة كده فيها حلويات. فقلت الاول بس افضي الحاجة دي كده من الشنطة، عشان لو كنزي عايزة حاجة ولا كده ايه ما يبقوش في الشنطة يعني، شكلهم حلو كده وشكلهم يفرح. فبس رصصت لهم الحاجة كده في الطبق اللي هو الخشب ده،
وقلت هسيبها كده قدامي على الرخام. هنا بقى انا حطيت المفرش عشان اظبط كده الخضار. هنضف الخضرة، وكمان هشوف الطماطم هعمل فيها ايه. هعملها برضو دلوقتي في الحلة، يعني هسبكها عشان اشيلها على طول. هنا بقى بصوا، انا زي ما انتم متعودين بقى بحب احط مناديل كده من تحت. وهنا بقى ظبطت الجزر مع الخيار. بصوا مش مزودة يعني، عشان يعني التلاجة بتاعتي ساعات ايه بتستهبل كده شوية وايه بتخلي الخضار يتلج. فانا هنا مش مكترة، يعني جايبة على قد بس هو الاسبوع ده. بس بحط بقى مناديل كده. انتي لو عندك بقى فوط مطبخ او القماشة اللي هي البيضة دي اللي هي بتبقى بافتة او اي حاجة يعني قديمة، بس تكون نضيفة كده، حطيها كده تحت الخضار واهم حاجة يا بنات بس ما تغسلوش الخضار قبل ما تشيلوه في التلاجة. عشان انا لاحظت قبل كده لما بكون غاسله الخضار وبشيله بيدبل كده وبيبوظ بسرعه، فمش عارفه بقى يعني بلاش ما تغسلوش الخضار بس وهو هيعيش كده شويه. هنا بقى ايه جبت المنظم ده وقلت انا هجمع فيه كده حاجه اكله المحشي يعني كلها، عشان اليوم اللي هعمل فيه اروح مطلعه بقى المنظم ده كده على طول. بس هنا برضو ده التوم اللي انا قلتلكوا عليه. يعني مرضتش ارميه كده في الدرج بتاع التربو على طول، لا قلت اشيل منه اسمها ايه العروق اللي بتبقى طالعه دي، يعني عشان ما توسخش الدرج عندي وكده ملهاش اي لازمه. فكنت بقص كده بس وبخلي اللي هي الراس بتاعته كده سليمه وخلاص. قولولي يا بنات بقى، يعني لو حد عارف كده عشان انا ناسيه خالص. مش فاكره يعني التوم بيطلع في شهر كام اللي هو الجديد ده اللي احنا بنفرمه كده. عايزه اجيب ومش عندي خالص، وعايزه الحق عشان انا السنه اللي فاتت ما لحقتوش خالص يعني. بس يا بنات هنا بقى بصوا كميه الخضره دي انا كنت جايبه قرنبيطه زي ما انتوا شفتوا، فكنت هعملها في نفس اليوم. فقلت بقى انضف الخضره دي. الخضره يا بنات برضو عايزه اقول لكم يعني انا بفرزها، انا جربتها مره كده صدفه، وعايزه اقول لكم بصوا طلعت تحفه. يعني لدرجه ان انا قلت خلاص انا بعد كده هعمل خضره على طول. وبتقعد بالشهرين والتلاتة، يعني بطلعها بلاقيها زي ما هي. بصوا انا بعمل ايه. انا هنا انتوا يعني ممكن تكونوا شايفين ان انا بشيل حتة كبيرة من العروق بتاعتها، بس هي مش باينه لكم، هي العروق كبيرة قوي تخينة. فدي مهما حتى قطعها صغير مش هتبقى حلوة في الاكل لو في محشي او حاجة او كده، فاهميني. بس وهنا بقى ايه بظبطها كده، لو في ورق اصفر او حاجة بشيله. انتوا شايفين اهو. بس هي الحمد لله يعني كانوا ورقتين تلاتة كده بس اللي لونهم مصفر فشلتهم وخلاص. هنا بقى انا بقطع العروق دي زي ما قلت لكم الكبيره الزياده دي. ولما تيجوا تغسلوا الخضره اغسلوها كده وهي سليمه، يعني مش بعد ما تقطعوها. بالذات بقى اللي هو الشبت ده انتوا عارفين لما بيتقطع بيبقى بيصغر قوي كده بيبقى فتافيت. فيعني 3/4 الحزمه اصلا هتروح في الميه وانتوا بتغسلوه. وكمان الفايده بتاعت الخضره بتروح، وهي الخضار كله عامه يعني لما بيتقطع حتى لو سبانخ او اي حاجة بي القيمة الغذائية بتاعته بتروح منه. بس فكده هنا حطيتها في المصفى وايه قلت هحطها في الحوض تتغسل. هنا بقى زين كان ايه شغل الزن بتاعه هيبتدي يعيط بقى ويضايقني. فروحت خدته كده قلت له تعالى. حطيت له حاجة يشربها كده في الببرونة. بصوا هو كبير يعني، بس هو ما شاء الله عليه عنده 1.5 سنة. بس هو متعلق بالببرونة يعني عشان انا كمان لما جيت افطمه فطمته وهو صغير. فهو لسه بقى يعني ايه متعلق بالبيبرونة بتاعته شوية. بس المهم اديته حاجة يشربها كده عشان يسكت ويحل عني شوية عشان انا اعرف اكمل بقية اليوم. هنا بقى يا بنات كنت خلاص غسلت الخضرة مرة واتنين ومليون مرة بغسلها بالخل. وبسيبها برضو منقوعة في المية اللي بخل كده شوية. بعد كده بقى اتصفت اهو شوية وقلت ايه هقطعها كده، هاخد شوية منها للقرنبيط. شوية كده احطهم في الخلطة رشة صغيرة وشوية على الوش وبقية الخضرة بقى هسيبها للصبح يعني لتاني يوم في المصفى اهي. بصوا انا كده كنت قطعتها كلها. هسيبها لتاني يوم اهم حاجة تتصفى خالص وهشيلها في الفريزر في كيس او كيسين.
هتنفع بقى لو في محشي، لو في اي حاجة. عايزة اقول لكم بتطلع زي ما هي والله. جربوا كده وقولوا لي. بس يا بنات هنا بقى اختصرت عليكم شوية. وبصوا، عايزة اقول لكم تعبت قوي. غسلت كمية الطماطم دي، فضلت واقفة كده ساعة والله على الحوض عمالة اغسل فيها. واستلفت بقى الحلة الكبيرة الحلوة دي من عند حماتي. هي دي بصراحة اللي هتنفع يعني للكمية دي كلها. ف بس هنا بقى بقطع الطماطم كده وهحطها. وهحط معاها، يعني انا عملت معاكم الطماطم كذا مرة، فهي سهلة، مفيش اسهل منها يا بنات. بنقطعها بس كده وبحط معاها واحدة بنجر، عشان دي هنا كمية كبيرة. انتي لو هتعملي قليل حطي بس شريحة كده ولا اتنين من البنجر، بيدي طعم واللون بيخليها لونها احمر قوي. وكمان انتوا عارفين البنجر حلو بقى وكله حديد وكده. هنا بقى يا بنات اهو كانت خلاص قربت تتسبك. ما بحطش ميه ولا اي حاجه، بحط لها بس شويه سكر وخلاص هسيبها بقى مع نفسها. هنا بقى بصوا، بعد ما خلاص اتسبكت ضربتها في الخلاط وصفتها وحطيتها في الاكياس. ما شاء الله عملت يعني حوالي 20 كيس، فهينفعوني جدا يعني في الايام اللي جايه. يلا بقى اللي ملحقش يعمل يعني يلحق يشتري دلوقتي اهو. الطماطم رخيصة، فبجد والله يا بنات بتنفع يعني بتخليكي كده تنجزي في المطبخ بدل ما انتي تقفي وقت كتير وكده. بس يا بنات كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم كده وتكونوا اتشجعتوا منه واستفدتوا لو بأي حاجة صغيرة منه. وهستنى بقى رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو، وتعملوا لايك، وتعملوا اشتراك كمان للقناة، وتعملوا الجرس على علامة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم بقى بيه اشعار. خلاص يا بنات، يلا اشوفكم على الف خير، مع الف سلامة.